تومة شو جمبري بالمتر. بص كيلو جمبري سعره 2900 جنيه. اهلا بكم في مقارنة جمبري مشوي اللي بيعلي الكوليسترول. سمي الله نبتدي. طلبنا كيلو جمبري سعره 2900 جنيه. تغليف كتير وتغليف محترم. شامم الريحة؟ شامم. نص كيلو عبارة عن 7 وحدات. هنا كام؟ هنا 8 وحدات. بص ادي الراس. بص 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 بص. ده ايه بقى؟ ده كوليسترول في السما حقيقي بقى. ده كوليسترول حقيقي. كوليسترول فين بالمنظر ده؟ المفروض ان ده جمبري بقى ايه السوبر جامبو. ان الكيلو كله على بعضه 17 18 واحده. هو تحس انه حجمه صغير شويه. مش اللي قصدي اللي انا فاهم. هو مش صغير بس هو صغير بالنسبه لايه؟ خش جمبريه عامله ازاي بذمتك؟ منظرها ايه؟ تعالي الكوليسترول من بصيتها بس. تعالي الكوليسترول. هو بعت لي عيش وما بيدينيش ولا واحده. طالب اوردر ب 3000 جنيه. كيلو جمبري واب ب 3000 جنيه 2900. ما ادانيش واحده طحينه. قال لي روح العب بعيد. شايف الميه دي فوسفور نازله من راسك اوعى تفوتها. والجمبريه ايه؟ الصراحه مفيش كلام. شومه شو جمبري بالمتر. بص جمبري بص عامله ازاي؟ انت فاهم؟ استوعب؟ اكلها ولا كفايه كده؟ كلها يا باشا. خش على بعضه. ها بص بطاريخها فيها تاريخ. بص تقول لها ايه؟ اعملي كده وانا اقطم منك. ده بطروخ جمبري. مدوق الرز يا باشا. خلطه حلوه وجمبري تحفه. السعر يمكن غالي سيكا بس 10 من 10. الرز هو اللي مش عاجبني. خش على بعض. يلا على شريمب كو. كيلو جمبري واقف علينا ب 1170 جنيه. بس باين من المنظر كده الاولاني انه جمبري صغير. انتوا عارفين طبعا ان كل سنتي في الجمبريه بحسابها. فاهمين الحوار ده ولا لا؟ عارفين ان كل بجد فعلا مش بهزر. كل سنتي بحساب. كل شوربه بالجمال. اديله ادي يا ابني ايه. بص بص كوليسترول فين بالمنظر ده بذمتك؟ ها هو ده بس شويه زيت يعني. خد بالك هم دول زيت يعني مش هضحك عليك. بس في بهاريز طبعا يعني من الناحيه ده اهو. تعالى اجيب لك كده البهاريز. البهاريز ده ولا مش بهاريز؟ بس حاجه غريبه ان عليه طماطم كتير واخد صلصه. واخد بالك؟ ريحه صلصه. هنا بس في غلطه. ايه بقى؟ ان الجمبريه مش متقشره كلها. فاهم؟ هو بياخد حته بس. يا رب ان شاء الله ما يطلعش العرق في النص. يعني ايه؟ يطلع العرق مسحوب. في ناس بتعرف تعمل كده خد بالك. في شباب شاطره يعني وبتعمل كده. تيجي نفتح من النص كده نشوف العرق موجود للاسف. صح؟ من الجمبريه هي حلوه بس حوار الصلصه ده اللي غريب عليا. خد بالك من الحته دي. بيفتح هنا ويسحب العرق. وممكن العرق هو بيسحبه يتقطع. ما جابش ليه رز؟ لا نسينا كده. خش على بعض. وتالت واحد حصان البحر. والكيلو ب 2475 شامل الرز. يعني حوالي الكيلو ب 2300 وده كيلو و50 جرام. وكيلو الجمبري بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شبيه لفارس صح في الشكل. غير النوع اللي كان في النص اللي فات. بردك فيه ايه؟ البطروخ اهو. بص البطروخ ده شايفه ولا مش شايفه؟ شايفه يا باشا. وفي خضار سوتيه بس سيبك من الخضار. باينه بقى كده اللي مش شلتها لك. باينه مش البطروخ اهو. بص تلعب بقى قطعه البطروخه كلها. شايف المنظر؟ منظر جمبريات يحترم. 2000 ونص اتدفعوا بس هعمل ايه؟ امر لله. عايز اعلي الكوليسترول في الصور. وهنا بقى فاتح الجمبريه كلها. شايفين الحوار؟ اللي انا كنت بقول لكم عليه المره اللي فاتت. هو هنا فاتح ايه؟ الجمبريه عشان يضمن 100% ان هي يعني جمبريه اتنضفت. حاسس بطعم سوتيه شويه. تفتكر هي عشان الطريقه اللي هو مسوي بيها؟ واضح. تحس ان هو واخد باربيكيو سنه. باينه في الكلام ده اللي انا بقوله. يعني انت حاسس احساسي زي ما انا بتكلم كده ولا لا؟ انت ريحه اللي بيتفرج مش شامم الريحه يا عم يوسف. ناخد واحده كمان. طعم الجمبري ولا غلطه. بس الغريبه الطعم الباربيكيو فاهم؟ او في خلطه كده فيها طعم سنه. هو مايل سنه للسوتيه. يعني الناس اللي بتحب تاكل حاجات السوتيه هو ماشي على طريقه السوتيه. ندوق شويه الرز. انتوا عارفين رايي في الرز. خلاص مفيش كلام. ها وهنا هو حاطط عليه قرفه فطعمه غريب قوي. عايز نرتب لك ال 3 كيلو. ها
فارس، وصلنا البحر، شريمب كو. انا مش هعتبره جيم عنه المقارنه المره دي عشان غلطات كتير، طعم الصلصه كتير والعرق وفي برضك يعني. بص مش عايز اطول، ايه مش عايزين نتكلم على حد، هيمشي الدنيا. بحب كل الناس، بنجرب كل مطاعم السمك. انا بجرب كل مطاعم السمك بلا استثناء، بلا استثناء. وبحاول بامانه الله ان اكون محايد مع الناس، يعني ما اجيش على حد خالص. انتوا بعينيكوا بصوا واختاروا. انا بقول راي شخصي في الاخر، على فكره ده مش راي يعني ده مش راي ال 3 مليون ونص اللي بيتفرجوا عليا، ده رايي انا. الناس اللي بتحب تتفرج عليا بتاخد برايي بتعمل بيه. ده راي شخصي في الاول وفي الاخر عشان ما حدش يزعل. سلام.